السلام عليكم مع قناة سمسمة ومعلوماتها. أهلا بيكم ويلا بينا النهاردة نشوف طريقة السبانخ. أنا جايبة السبانخ وبغسلها كويس جدا وهنزل منها كل التراب وكل الأتربة اللي موجودة فيها، وبعد كده هشيل كمان الورق الأصفر اللي موجود فيها، وكمان معايا حزمة كزبرة خضرة. نص كيلو سبانخ بتاخد كزبرة خضرة حزمة واحدة كبيرة. بعد كده بروح اقطعها تقطيع صغير. في ناس بتحب وتفضل انها تغسلها قبل التقطيع، وفي ناس تحب تقطعها بعد الغسيل. انا بفضل ان انا بعد الغسيل اقطعها. في نفس الوقت في ناس بدأت دلوقتي تقوم بالتفريز بتاعها. انا معرفش هل قيمتها الغذائية هتفضل موجودة فيها ولا لا، لان انتي لازم بتديها سلقة قبل ما بتعملي عملية الحفظ ليها في التلاجة. بنشيل الجذور اللي موجودة على الراس فوق من السبانخ، ونبتدي نشيل الجذور ديت مش محتاجينها. وبعد كده بنقطع من اول الساق بس جزيئات صغيرة، بلاش تقطعيها احجام كبيرة. بنشيل الجزء بقى اللي هو الجذور ونبتدي نقطعها تقطيع سليم. بعد ما بنقطعها كويس جدا بناخدها على بعد كده هنحطها على النار، علشان كل اللي انتوا شايفينه هايش وكبير قوي هينزل كله، هيبقى كمية صغيرة. السبانخ مهمة جدا عشان فيها نسبة حديد، وكويسة جدا للناس اللي عندهم أنيميا في الدم. ممكن كمان بنسلقها وبنحطها في الفطاير مع الجبن، برضو تغيير للي ما بيحبش ياكلها كده. هناخدها بعد كده ونصفيها بقى كويس من المية لو لسه فيها مية او اي حاجة. هنسيبها لحد ما تنزل ميتها كلها، وبعد كده هناخدها نحطها في الحلة بتاعتنا. حاطه الحله بتاعتي على النار علشان تسخن، وبعد كده هبتدي انزل بالسبانخ بتاعتي حبات حبات، لانها هتبقى عاليه جدا لحد بس ما تنزل كلها للقاع. ما بخليهاش تستوي قوي على النار، يا دوبك بس هي تنزل ميتها وتهبط. ما خليهاش تستوي على النار عشان بجد ما تفقدش بقى الاهميه بتاعتها. فاحنا نبتدي ننزلها كده حبات حبات لحد ما تبقى حجمها كله يعني مش عالية زي ما احنا شايفينها كده، لان السبانخ من الحاجات اللي هي يا دوبك ما ساعة ما بتشم ريحة النار على طول بتبتدي تقل في حجمها وكميتها. ادي كده بعد ما الفاصوليا بدأت السبانخ بدأت تنزل، هيبقى بقى فيها شوية مية صغيرين. انا مش محتاجة المية وديت انا هكبها مش محتاجاها، وهبتدي اصفيها مرة تانية في المصفى بتاعتي، واقوم بقى اعمل التدويرة بتاعة السبانخ. انا هنا بوريكم ان انا بنزل المية اللي انا مش محتاجاها وهي الناس اللي بتقولك نغسلها، نقطعها الاول وبعدين نغسلها عشان تنزل الجزئية دي. انا بفضل ان انا اقطعها بعد كده وانزل المية اللي انا مش عايزاها. بعد كده بسيبها تبرد بقى شوية، وببتدي معايا بصلة حلوة كده اروح ابتدي ابشرها، وتكون حجمها مش كبير ومش صغير، بصلاية متوسطة. انا كده فرمت البصلة بتاعتي وحطيت عليها المادة الدهنية، وبدأت احطها على النار علشان تنزل كل السوائل، وتبتدي تصفر البصلة بتاعتي وتدي اللون الذهبي اللطيف، مش محروقة تمام، عشان ما تمررش بس معانا في الاكل. حطيت حتة السمنة وببتدي دلوقتي ادوبها مع البصلة، يا دوبك البصلة تدبل او تدي اللون اللي هو الاصفر الذهبي البسيط. هبتدي هنزل هنا بقول لكم ان انا حطيت كمان شوية زيت مع السمنة علشان ما تبقاش دسمة زيادة عن اللزوم. حطيت التدويرة بتاعتي بعد كده هبتدي اجيب قطع اللحمة بتاعتي مغسولة ونضيفة، هبتدي انزل بيها وهحمرها مع البصلة، هخليها تاخد صدمة،
وتنزل الصوص بتاعها، وفي نفس الوقت تمتصه تاني علشان اللحمة ما تكشش مني. يعني اللحمة حاولوا ان احنا نكون مطلعينها من الفريزر، ما تقعدش كتير بره، وننزلها بعد كده على النار وتاخد التشويح. الحلة انا كنت حاطة الحلة بتاعتي على نار عالية جدا، علشان كده لو تلاحظوا ان الحلة هي اللي اتلسعت من الجنب علشان النار كانت عالية. المفروض ان احنا بنختار برضو العين السليمة. هنزل بقى بشوية فلفل اسود، وكمان هنزل بشوية ملح صغيرين، وهسيب اللحمة بتاعتي وهحط لها كمان مية، وهسيب اللحمة بتاعتي تنزل العصارة بتاعتها وتمتصها مرة تانية. وفي نفس الوقت هكون بجهز لبقية الفاصوليا التدويرة بتاعتها. هي دي بداية التدويرة، ان احنا بنحط البصلة مع اللحمة مع الملح والفلفل، ونسيبهم قرب السوا شوية كده اهوت، نبتدي نشوف هنعمل ايه. جبت الخلاط بتاعي، وجبت حزمة الكزبرة الخضراء اللي انا قلت لكم عليها، وهحط عليها مية، وهضربها في الخلاط عشان في ناس ما بتحبش الدقة بتاعت الكزبرة تيجي في بقها، فهضربها عشان اخد العصارة بتاعتها. وهحط كمان حتة تومة ني مع الكزبرة الخضراء. وانا طبعا بجمد التوم بتاعي بفرزه، فباخد منه وهو مفرز واضربه مع الكزبرة. بعد ما ضربتها هبتدي بقى اصفي خليط الكزبرة من التفل اللي موجود بتاع اوراق الكزبرة، ومش هرمي الاوراق ديت، بل بالعكس هحطها في الطاسة، وهي ديت اللي هعمل بيها التقلية بتاعت السبانخ. عندي نص كيلو طماطم، نص كيلو سبانخ ياخد نص كيلو طماطم، وياخد حزمة كزبرة خضراء. هبتدي دلوقتي اغسل الطماطم بتاعتي وهضربها في الخلاط عبال ما اللحمة تكون بدأت تدخل في عملية السوا شوية. ودي طبعا العصير اللي انا قلتلكوا عليه، العصير الكزبرة الخضراء. هنضرب بقى الطماطم، هنضرب الطماطم في الخلاط. ولو عايزة كمان تحطي معجون طماطم مع الطماطم حطي، لكن لو انت عايزاها خفيفة اعمليها زي ما انا عاملاها كده اهوت، ان انا اضرب طماطم بس ما احطش عليها معجون طماطم ولا اي حاجة. اللحمة بتاعتي دخلت اهيت بدأت في السوا شوية، انها شربت المية بتاعتها اللي انا حطيتها معاكم في الاول، وهديها تقليبة اهوت. وهنزل بعد كده اهوت بالكزبرة الخضراء المضروبة، وكمان هنزل معاها بعصير الطماطم علشان ياخدوا غلوة، واللحمة تتطعم كمان بالتقلية بالصلصة بكل حبشتكنات بتاعة الفاصوليا، سوري السبانخ. معرفش هي جاية معايا فاصوليا ليه. هبتدي اسيبها برضو تاخد غلوة تاني على النار، واول ما تبتدي تغلي هقوم منزلة السبانخ بتاعتي. زي ما انتوا شايفين اهي بدأت تغلي، وبدأت تقل كمان شوية الصلصة بتاعتي، ما بقتش كتيرة كده اهوت. هبتدي بقى انزل بالسبانخ بتاعتي وهديها تقليبة، وهوطي على البوتاجاز بتاعي خالص لحد ما تبتدي تستوي تمام السوا. وهي ما بتاخدش كتير، لان زي ما انتوا شايفين انها دخلت في عملية سوا بسيطة، فانا بس يا دوبك انها تتشرب مع الدمعة وتتشرب مع التوابل بتاعة السبانخ نفسها، اللي هي التدويرة اللي احنا بنقول عليها التدويرة بتاعتها. بنقلبها شوية وبنسيبها تقريبا ربع ساعة على النار لحد ما تبتدي تستوي. زي ما انتوا شايفينها خضرة وجميلة، وفي نفس الوقت مفيدة جدا زي ما قلت لكم، وخصوصا لمرضى الأنيميا. هنقلبها تمام التقليب وندخلها كلها عشان تبتدي تاخد الصوص من الحلة نفسها وتمتصها. وبعد كده هو هعمل التقلية بتاعتي زي ما قلت لكم بالتفل بتاع البقدونس، وهنحط عليها حتة تومة وكزبرة خضرة كمان، وذرة ملح لو الدنيا عايزة تتظبط في الملح. هبتدي دلوقتي بقى اعمل التقلية بتاعتي. حتة توم برضو من اللي انا مجمداهم مع التفل بتاع مع التفل بتاع الكزبرة الخضراء،
وهحطهم على النار مع حتة سمنة او مادة دهنية، وهقلبها لحد ما تبتدي تتجمد شوية. اول ما تبتدي تخش بقى في عملية السوا، طبعا انتوا بتشموا الريحة. طبعا عايزة اقول لكم هي ريحة اصلا جميلة جدا وريحتها تجنن، يا ريت الكاميرا توصل الريحة كمان. هتبتدي دلوقتي زي ما بيقولوا انها تمسك، انها تبقى ماسكة شوية كده اهوت في الطاسة بتاعتي، وهبتدي اخدها بعد كده اهوت وهحطها على حلة السبانخ المعتبرة اللي انا عاملاها. هاخدها بعد كده وهبتدي كمان قلت ان انا هحط شوية كزبرة خضراء عشان اطعمها اكتر واخليها تطلع ريحة اكتر زي ريحة تقلية الملوخية بالظبط. بتدي طعم حلو جدا برضو، ودي برضو حاجة اختيارية ليكي، يا تحطي كزبرة يا ما تحطيش ناشفة زي ما انتي عايزة اللي لو تحبي. هبتدي بعد كده احطها بقى على السبانخ عندي. هبتدي هحطها على حلة السبانخ ويا دوبك 5 دقايق بالظبط على النار، وبعد كده هطفي. في الوقت دوت انا كنت عاملة رز بالشعرية وهشوريها لكم ساعة التقديم. بعد ما خلصت عايزة اقول لكم طلعت طعمها جميل جدا جدا، وفي نفس الوقت الدمعة بتاعتها مش تقيلة قوي. وكمان هعمل مخلل والرز بالشعرية بتاعي، ودوت هيكون غدانا النهاردة. ألف هنا وشفا، وتفضلوا معانا اللي يحب يجي ياكل السبانخ. جماعة السبانخ مفيدة، بلاش تبعد السنة دي من غير ما تاكلوها، وحاولوا لو جمدتوها او فرستوها ما يبقاش كميات كبيرة علشان تستفيدوا بيها اقصى حد ممكن. سلام.